أكلة شتوية 100%، وكلنا بنحبها، حاجة كده في منتهى الجمال. ولا أقولك بقى أكلة جدتي ولا أكلة عمتي ولا أكلة حماتي، دي أكلتي بقى المفضلة. أنا باحب أوي السبانخ على الرز. ويا سلام بقى لمّا يكون معاها حتة لحمة من اللي بقت عاملة زي المخدرات دي وغالية كده، وصلت لل350 جنيه، يعني ما جاش على كيلو يعني، كيلو برّي نفسِك يا ستي معلش هنعمل إيه؟ هنجيب بقى يا ستي شوية السبانخ الحلوين القمر دول، عملناهم إزاي، شايفة في منتهى الجمال، والله العظيم في منتهى الطعامة. جبنا بقى إيه، قطعة كده من الدهون بتاعة اللحمة، وبعدين نزلنا شوّحناها، وبعدين جبنا بصلاية وشوّح، شوّح، شوّح، شقلب كُلّه، كُلّه، كُلّه. أيوه، الله ينوّر عليكِ، إيه الجمال ده! وبعدين بقى روحي منزّلة لازم أطبّل لنفسي يا جماعة، وبعدين رُحت نازلة باللحمة وأقلّب، قلّب، قلّب، شوّح، شوّح، شوّح. لو أول مرّة بتشوفوني، أنا اسمي أمنية ودي قناتي، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعّلوا زر الجرس، ويا رب، يا رب كل اللي بيتابعني يخُش الجنة. حبايب قلبي، بجد باحبكم في الله. ما تنسوش تصلّوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنحط بقى شوية ملح وفلفل أسود، وسيبيها كده تاخد صدمة على الجنب ده، ما تقلبيهاش على طول، استني شوية، سيكة قرفة، سيكة كده، يعني حاجة كده على طرف المعلقة، وابدئي قلّبي بقى، عشان الحلة تكون سخنت، ما تخلّيهاش تنزّل مَيّتها، أنا مش عايزة اللحمة أنا عايزاها تتصدم وما تنزّلش مَيّتها خالص، وهنسيبها نقلّب بها كده لحد لمّا نحس إنها إيه، يعني نشفت من كل ناحية. أهم حاجة الحركة دي على فكرة، بتخلّي طعم السبانخ في حتّة تانية خالص. تنسوش اللايك يا بنات، اللايك والشير، الشير كتير، أنا عايزة شيّروا يا جماعة، شيّروا أيوه كده. بس يا ستي هنجيب بقى إيه، حوالي كيلو من الطماطم، أنا باحب الطماطم كتير، ونروح ضاربينها في الخلاط وننزل بيها، ولا تحطّي مَيّة سخنة ولا مَيّة ساقعة، هي الطماطم بس، وتكون النار عالية أوي، عشان تصدمي الصلصة وتطلع معاكِ جميلة. جِبت بقى أنا هنا كيلو من السبانخ القمر، وكمان معاها حزمة شبت وحزمة كزبرة وحزمة بقدونس. ماشي، هنبدأ بقى نغسلهم كويس جدًا، وأنا باشيل الراس عشان أنا ما باحبش الراس. بُصّي أنا هاقول لكم على حاجة، الراس دلوقتي بيرشّوا مبيدات مش زي زمان، يعني أهالينا زمان كانوا بيحبّوا يحطّوا الراس بتاعة السبانخ في السبانخ عادي جدًا، إنّما نظرًا للمبيدات اللي بتتحط على الخضار، فأنا أنصحكم إن أنتم تشيلوا الراس. بُصّوا هنا حزبة كزبرة وشبت، أنا لسه كنت هاقول لكم إن البقدونس أنا ما حطيتوش لإنّي ما حبيتوش، حطيت واحدة كزبرة وواحدة شبت فقط لا غير، البقدونس ما حسيتوش خالص الصراحة. وقطّعيهم بقى تقطيع عشوائي زي ما أنتِ عايزة، شوفي يعني بُصّي قطّعي التقطيعة اللي تريّحِك، وطبعًا كل ما التقطيعة تكون كبيرة كل ما يكون الخضار يعني تستفادي بيه أكتر أنتِ والولاد. بُصّي بقى اللحمة استوت إزاي، شايفة؟ جميلة جدًا. انزلي بقى بالسبانخ، طبعًا هي هتبقى هايشة ومنكوشة وفظيعة جدًا، اهدي بس كده شوية هتلاقيها هي هديت ونزلت خالص وغطست في الحلة، اصبري بس عليها سيكة، أنتِ هتحطيها وتروحي مغطية عليها من غير ما تقلّبي ولا أي حاجة. حطيها كده وغطّي عليها، عايزة تقلّبي قلّبي، أنا يعني قلّبت كده تقليبة وحطيت لها بُق مَيّة صغيّر، بس أنا يعني أنصحِك إن أنتِ ما تقلّبيش، لإن هي التقليبة دي ما عملتش معاها أي حاجة، أنا غطّيتها. أيوه بُصّي بقى لمّا غطّيتها، أنا ما وريتكيش إن أنا غطّيتها، بس أنا غطّيتها، نزلت خالص وهبطت إزاي، بقت حبّة قليلين، حطيت عليها 3 معالق من الرُز، الرُز ده اختياري، عايزة تحطّي حُمُّص طبيخ، حطّي حُمُّص طبيخ براحتك، وننزل بقى نعمل إيه، كوبايتين 3 رُز كده، هنجيب معلقة من السمنة أو الزبدة، أي نوع مادة دهنية عندِك، ومعاه شوية زيت، ليه بقى الزيت؟ عشان بيخلّي الرز مفلفل وجميل كده وطِعم، وبعد كده حطيت الشعرية وقلّبي، قلّبي لحد ما الشعرية تحمَر، وأنتِ بتحمّري الشعرية حطّي بقى إيه، الكاتل يسخن كده زي الشطرة علشان خاطر إيه، تحطّي مَيّة سخنة للرز، لإن المَيّة السخنة للرز ما بتخلّيهوش يعجِّن، لو حطيتِ رز مَيّة باردة الرز هيطلع معاكِ معجِّن، قلّبي كده الشعرية لحد ما تحمَر كده ويبقى لونها دهبي. شاطرة برافو عليكِ. فين اللايك؟ أقول لكم كل شوية أهم حاجة اللايك عشان الإشعارات بالله عليكم، عشان غيرِك يستفاد، في غيرِك لسه مبتدئة أول مرة تعملها تتعلمها، وأدينا بنتعلم من بعض، ويا ريت تسيبوا لي كده في الكومنتات إيه الحاجة اللي أنتم عايزين نعملها لكم، ربنا يوفقكم جميعًا حبايب قلبي يا رب، حبايب قلبي متابعيني الغاليين اللي أنا باموت فيهم، وبس يا ستي، وانزلي بقى بالمَيّة السخنة عُقلة صباع فوق الرز عشان يطلع معاكِ مفلفل وحلو ومستوي،
عشان ما يعجنش منك. شايفه انا بصي بعملها لك ازاي؟ الرز يبقى الميه فوق منه عقله صباع واحد فقط لا غير، وملحك بقى وحركاتك، وغطي عليه اول ما يغلي، غطي عليه كده. انا بستنى لما يغلي واروح مغطيه عليه، اول ما احس ان هو سخن كده كويس اروح مغطيه عليه بقى وسايباه مع نفسه كده 5 دقايق. وبعدين اروح ايه لما الاقي الميه اتشربت اروح مغطيه عليه خالص زي الشمعة، واسيبه بقى يهدى يستوي مع بعض. بس كده. نرجع بقى تاني لست السبانخ عشان احنا لسه ما خلصناش السبانخ، لسه فيها التركه. تركايه بقى، تركايه بقى ايه هي؟ شايفه السبانخ بتبقبق كده وقمر. هنجيب بقى ايه، احنا طبعا هنحط التوابل عليها وكل حاجه، بس في حاجه بقى مهمه. هنجيب 4 فصوص من التوم حلوين كده وندقدقهم. مع هنا بوريكي اهو ان هي استوت والرز استوى وعلى العال. هنا شايفه اهو 4 فصوص من التوم ومعلقه كبيره كزبره ناشفه. وهتحمريهم، مش هتحمريهم، هتشمميهم النار وتنزلي عليها، والف هنا وشفا وبون ابيتي، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.